الكارليتو الإيطالي الوحيد اللي مسيطر ومش بيهمه حد، اللي بالنسبة له بطولة دوري أبطال أوروبا زي اللبانة اللي بيمضغها. كارلو أنشيلوتي مش بس مدرب، لأ ده أسطورة في التدريب، وكفاية إن دلوقتي مفيش مدرب في سنه على الساحة ومكسر الدنيا. الغريب في الحكاية إن كارلو عاصر شباب المدربين وهم بيسيطروا على الساحة التدريبية بأفكارهم الجديدة وأسلوب لعبهم المختلف، بس هو على وضعه مش بيهمه حد، والبطولات هيجيبها ومش مهم مين هيقدم كورة أحلى، المهم إنه بيحقق اللي نفسه فيه. أنشيلوتي بعد رحلة طويلة مع الأندية رجع تاني لريال مدريد، والتحدي المرة دي كان صعب لأن زين الدين زيدان عمل مع الملكي إنجازات غير مسبوقة خصوصا في دوري الأبطال. بس كارلو مش قليل، أول لما رجع الفرقة أخد البطولة برضو. كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد مشهور بأنه صاحب العشرة، وده بسبب أنها البطولة الأصعب، رغم أنه بعدها على طول ساب الفريق وراح يدرب نادي بايرن ميونخ. أنشيلوتي زي ما كان لاعب كبير بقى مدرب عظيم، درب يوفنتوس وميلان ونابولي في إيطاليا، ودرب تشيلسي وإيفرتون في إنجلترا، ودرب باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الأسباني وبايرن ميونخ الألماني. حقق بطولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات كمدرب، مرتين مع الميلان و2 زيهم مع ريال مدريد، وهو المدرب الوحيد في العالم اللي قدر يحقق بطولة الدوري في ال5 دوريات الكبرى. أنشيلوتي كان عنده تحديات في مسيرته الأخيرة مع ريال مدريد، ومنها ازاي هيتعامل مع لعيبة شبعانة ولعيبة مهيبرة وصغيرين، ومنهم فالفيردي وفينيسيوس جونيور ورودريجو وماركو أسينسيو وغيرهم. بس هو ما عندوش عزيز، وأهم حاجة بالنسبة له هي المكسب وبس، وكون القوام الأساسي للفريق في سنة، وحقق السنة اللي بعدها على طول بطولتين. كلاعب بدأ أنشيلوتي مسيرته مع الكورة سنة 1976 في نادي بارما، وسنة 1979 انتقل لفريق العاصمة روما، ومن أول موسم ليه مع الذئاب حقق بطولة كاس إيطاليا، وبعد 4 مواسم حقق معاهم بطولة الدوري. وفي سنة 1987 راح لنادي اي سي ميلان، ومن اللحظة دي اسم أنشيلوتي بقى مربوط بالميلان، رغم ان الميلان كان غرقان بالنجوم زي ماركو فان باستن وفرانك ريكارد وفرانكو باريزي وباولو مالديني وروبرتو دونادوني ورود خولات وغيرهم. وفي أول موسم ليه مع البيج ميلان يقدر يرجع ليهم الدوري من بق مارادونا اللي قاد نابولي للدوري السنة اللي قبلها، وكان وصيف النسخة دي بفارق 3 نقط بس عن الميلان. في نهاية الكلام الراجل ده في وسط مدربين زي جوارديولا وكلوب وغيرهم قدر يعلم على الكل من جيل الشباب اللي طالع، ومش بس كده، ده بيواكب التطور اللي فيه الكورة ومش بيخاف من حد، وبيكسب الكل كمدرب زي ما عملها زمان كلاعب.